السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة في الجول دي زد، والقائمة الرسمية للمنتخب الوطني المحلي، بالطبع ليس المحلي وإنما المنتخب الوطني الثاني تحت قيادة وإشراف الناخب الوطني مجيد بوقرة الماجيك. قبل ما نبداو يا جماعة، اللي مش مشترك في القناة مرحبا به. قناة في الجول دي زد نقدم لكم آخر الأخبار والمستجدات حول لاعبي المنتخب الجزائري وأيضا المنتخب الوطني. أوكي يا جماعة، قائمة اللاعبين المستدعين لكأس العرب إن شاء الله راح يخوضها مجيد بوقرة بقوة إن شاء الله، وهناك العديد من اللاعبين الذين ينشطون في البطولة المحلية والبطولات الخليجية وبطولات عربية أخرى. أوكي، نبدأ في حراسة المرمى. الرئيس وهاب بنبولحي حارس الاتفاق السعودي، ومجادل لاعب او حارس مرمى نادي بارادو، وايضا زغبه حارس نادي ضمك السعودي. ننتقل الان الى خط الدفاع. مهدي طاهرات لاعب الغرافه، جماد ديب العمري لاعب نادي قطر القطري، عبد القادر بدران لاعب الترجي التونسي، وايضا ايوب عبد اللاوي لاعب الاتفاق السعودي، وايضا توقاي لاعب الترجي التونسي، بن عيادة لاعب النجم الساحلي التونسي، ايضا الياس شتي لاعب الترجي التونسي، ايضا بوقرة لاعب نادي بارادو. اوكي، مش عارف اذا ذكرنا عبد القادر بدران لاعب الترجي. ننتقل الان الى وسط الميدان. عبيد لاعب النصر السعودي، وبندبكة لاعب الفتح، ودراوي لاعب شباب بالوزداد، ومرزيق لاعب الشباب ايضا لاعب شباب بالوزداد. ننتقل الان الى خط الهجوم يا جماعه الخير. مزياني لاعب النجم الساحلي التونسي، يوسف الليلي لاعب قطر القطري، بغداد بنجاح لاعب السد، زروقي لاعب نادي بارادو، ايضا امير سعيود لاعب نادي الطائي، وهذا بوتمان ولا باتمان ما نعرفوش غايه يا جماعه، لاعب نجم الساحلي التونسي بالطبع، وايضا لاعب الريان القطري ياسين ابراهيمي، وهلال العربي السوداني لاعب نادي الضمك السعودي. اذا كانت هذه القائمه الرسميه التي اعلنها الناخب الوطني مجيد بوقرة، مدرب المحليين يا جماعه، مدرب المنتخب الوطني المحلي ومدرب المنتخب الوطني الثاني بالطبع. هذا المنتخب الثاني يا جماعه الذي يتكون من لاعبين يشوطون في البطولات العربيه، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وراح نشجعوه ان شاء الله، يعني مشي غير المنتخب الاول، وان شاء الله ندوها ان شاء الله بقياده الماجيك مجيد بوقرة. انتم قولوا لنا آراءكم وتعليقاتكم حول هذه القائمة الرسمية، وهل تتوقعون بأن مجيد بوقرة سينال لقب هذه البطولة أم لا؟ اعطونا آراءكم في التعليقات، ونتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.